السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما وعدتكم قلت لكم مور لاباط بغيزي ندير لكم طاغت سالي بمكونات بسيطة وبكمية قليلة، ديروا أروع طرطة مالحة تجي أكثر من روعة. هنا ملاحظة قبل ما نبدأ في الحشو. هنا ملاحظة اللي تبغي تنكه لاباط بغيزي بالاعشاب المنسمه ولا شويه دير شويه سكينجبير ولا شويه فلفل اسود. هنا كحشو عندي هنا نص صدر دجاج. هنا كان عندي صدر تاع دجاج كبير درتيه نصه قطعته مكعبات صغار. هنا عندي زوج حبات بصله الخضراء راني مقطعه فتيتات يعني مكعبات صغار ثاني. هنا عندي فلفل احمر صغير ولا كان كبير ديروا نصه. هنا عندي رطه صغيره تاع السبانخ لي زيبيناغ السرق. عندي الكريمه السائله حوالي نص كاس. وهنا عندي الملح وعندي الفلفل الاسود وسكينجبير والزيت. هنا درت المقله سخون، غادي ندير حوالي 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع الزيت. بسم الله. هنا درت 4 مغارف. هنا غادي نكه الزيت الزيت راه سخن. غادي ندير 3 فصوصات تاع ثوم وفلفل حار ساسافيندا. هنا بعد ما قليتهم شويه طلقوا البنه في الزيت غادي نقلعهم. هنا غادي نضيف الدجاج اللي قطعته مكعبات. هنا نخليه على نار متوسطه حوالي 2 دقائق حتى 3 دقائق. هنا نضيف البصله. ندير قليل من الملح. نضيف الفلفل. بعد ما دبالت البصله خليتها حوالي من زدت ضفتها على الدجاج حوالي 3 دقائق. ونزيد نضيف السرق السبانخ. هنا راني مقطرتهم مليح ونشفتهم مليح. خليهم حتى يدبالوا. هنا نضيف قليل من الفلفل الاسود. هنا قليل من السكينجبير. هنا بعد ما ضفت السرق داري حوالي ميم با دقيقه ودبال. هنا غادي نزيد نضيف الكريمه السائله عندي واحد نص كاس تقريبا. هنا درت كاس قل 2 صباع. هنا نخليها شويه تعقد واحد تقريبا دقيقه ونطفي عليها النار. راها تشهي. هنا راها قادت حوالي خليتها حوالي دقيقه غادي نطفي عليها النار. هنا بعد العجينه ما خليتها تحت حوالي ساعه قادرين ديروها كل يوم غدوه اللي عاد تستعملوها. هنا راني مرقتها. هنا عندي انا هذا البلا مربع. نتوما البلا اللي عندكم. انا هنا ما دهنتهاش بالزبده لخاطش ما يلصقليش. وهنا قادرين ديروها فانيه صغار ميني طارتلات صالي. وهنا عندي الفرماج مربي. وهنا الحشو خليته يبرد شويه. هنا غادي نثقبها هكا ما تثقبوهاش بزاف. وهنا من درت العجينه حاولوا بيديكم هنايا كلي شغل تمشوا العجينه هنايا.
هنا عندي الجبن المبشور فرماج، الجبن اللي نتوما تستعملوه. هنا نفرش شويه تاع الجبن. هنا بعد ما درت الجبن نوزع كاع الحشو على سطح العجينه. هنا درت الحشو، قلت لكم نص صدر تاع الدجاج، دير لكم كميه لاباس بها. هنا نزيد ندير الجبن. هنا راني مسخنه الفرن، دائما انا نسخن الفرن قبل ما نبدا في الكيفيه. ندخلها على درجه 180، خليها حوالي 20 دقيقه، وان شاء الله نشوفوها على طاوله التقديم. طرطه نص صدر دجاج ولا اروع، تجي بنينه، تجي روعه في البنه. هنا قلت لكم قادرين ديروها على شكل حجم كبير، وهنا دي ميني تارتولات. هنا زيت لها انا شويه طياب نسيتها. وهنا قلت لكم ليمو تاع لي ميني تارتولات تاع الحجم الكبير، قلت لكم ليمو ما يلصقولكمش، مش بقاش ديروا لهم الزبده، ولا شتو باش تفاداو داك التلصاق دهنوهم شويه تاع زبده. قلت لكم العجينه ما تغلدوهاش بزاف، تجي روعه، ما فيهاش البيض، بدون بيض. وبنفس العجينه قادرين ديروها سكري، هذه تنفعكم رمضان، سريعه التحضير. والعجينه البريزي تجي مقرمشه. ان شاء الله بالصحه والراحه. السلام عليكم.